قدم أعضاء المجلس العلمي بمعهد الدراسات التكنولوجية بصفاقس استقالتهم احتجاجا منهم على جملة من التجاوزات والنواقص التي يعانيها المعهد، خصوصا قسم الهندسه الميكانيكيه اللي يعاني من نقص في الفضاءات. مثلا تلزينا باش تتحول فضاءات كما بيوت الراحه، حولناهم المخابر اللي فايت الطلبه، وما ينجر عن هذاك من رطوبه ومن حراره مرتفعه في وسط المخابر هذه لنقص التهويه. عندنا كيف الهول نتاع الفابريكاسيون ميكانيك وليزيناج ناقص فتحات، فيه تصدعات. عندنا كيف نقص في الآلات والمواد الأولية نظرا لضعف الميزانية اللي الوزارة ما حبتش تدعمنا بالشكل اللي ينجم يخلينا نقدموا الدروس في شكل حسن. عندنا كيف الحواجز بين معناها وسائل اللحام ما هيش معناها بالصفة هذيك، والدليل أنه عندنا 6 طلبة في السداسي الأول معناها صارت لهم حادث في عينيهم ومشاو للمستشفى، وقع معناها نشر الحادث هذا حتى في وسائل الإعلام. عندنا كيف زاد كما تشوفوا لهنا الكمبرسور سنترال نتاع الهول لنقص الموارد الماليه ما نجمناش نعملوا الاجراءات البناء. وما زاد الطين بلة والأوضاع تعكيرا إقدام الوزارة على أشغال توسعة للمطعم الجامعي أنجزت على مساحة كانت معدة لبناء ورشات ومخابر لقسم هندسة الأساليب دون استشارة القائمين على المعهد. القطرة اللي أفاضت الكأس هي المطالب نتاع إحداث مخابر هندسة الأساليب اللي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فوتت في الأرض هذه الفايت المطعم الجامعي الشرفي اللي تابع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، وتحرموا بالتالي طلبة قسم هندسة الأساليب من إنجاز أشغال التطبيقية في المؤسسة نتاعهم، ويتلزوا في كل مرة يتحولوا مؤسسات أخرى. يمشيوا القابس، يمشيوا العديد من الولايات، في حين أنه في اللي والرتور هو طالب باش ياخذ، وديجا ما ينجمش يعمل حتى ساعة ولا ساعتين تي بي ويضيع عليها نهار كامل. هذا غير معقول. صارت وعود عام الاول ومن سلطه الاشراف لكن ما تم تنفيذها حتى شيء. وني با كونتر دونك ليكستونسيون تاع ريستورون اللي كانت تنجم تكون حل بسيط جدا ما يستدعيش برشا معناتها ما يطلبش برشا افوار، اللي هي اكستونسيون دونك تكون دي فاسون فيرتيكال، وثم زاد اسباس واحد اخر قفا الريستورون اللي يجم يصير فيه الاكستنسيون هذه. وقد توجه أعضاء المجلس العلمي عبر كاميرا الزيتونة برسالة لوزارة الإشراف مفادها الرسالة متاعنا كون احنا استقلنا تو عندنا أكثر من شهر، قدمنا الاستقالة متاعنا أكثر من شهر، واللحظة هذه كمجلس علمي ما وصلنا حتى رد، ما وصلنا حتى دونك لهنا اتصال باش نقعدوا على ونحكيو ونشوفوا دونك ان سوليسيون ترضي الجميع. مع العلم احنا نحبوا نلقاو ان سوليسيون. إجراءات فوقية ومبادرات فردية أقدمت عليها وزارة التعليم العالي أدت إلى نتائج سلبية ربما تتطور إلى تدهور المستوى العلمي بالمعهد، فمن المستفيد؟